وفجأة واحد منهم قرب مني وقال: ابعد عنه، ما تسمعش كلامه، ما تكررش غلطتي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم. ندخل في الموضوع على طول. بعد اللي حصل وأنا مش عارف أفرق أنا مين فيهم. كل واحد فيهم كان واقف بيبصلي بنفس النظرة. منهم اللي بيبصلي بنظرة خوف وترقب، ومنهم اللي بيبصلي بنظرة استسلام. لما شفتهم كده حاولت أهرب، بس رجلي ما كانتش بتتحرك. لقيت السواق قرب مني وقال: كل واحد فيهم كان فاكر إنه مختلف. سألته: يعني إيه؟ قال لي: كلكم نفس الشخص، بس من أوقات مختلفة. دماغي وقفت، بصيت حواليا تاني، كلهم كانوا أنا، بس كل نسخة شكلها مختلف شوية. يعني في واحد باين عليه التعب، وواحد تاني مرعوب، أما في واحد تاني ساكت خالص. وفجأة واحد منهم قرب مني وقال: ابعد عنه، ما تسمعش كلامه، ما تكررش غلطتي. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس كدعم للمحتوى ده. بس قبل ما يكمل اختفى، زي ما قبل كده التاكسي اختفى. السواق بصلي وقال: يلا دورك جه. حسيت ان في حاجة بتسحبني، مش بإيدي. رجعت لورا لحد ما لقيت نفسي جوه التاكسي، قاعد مكان السواق وابص في المراية. لقيت وشه مكاني، ابتسم ونزل من العربية، وقبل ما يمشي قال: استنى أول زبون الساعة 3 الفجر. العربية اتحركت لوحدها وانا ماسك الدركسيون غصب عني. وبعد دقايق شفت واحد واقف في الشارع، نفس المكان اللي كنت واقف فيه، نفس الوقت. التاكسي وقف وركب. أول ما قعد بصيت له في المراية وقلت: انت متأكد انك عايز تروح المكان ده؟ سكت شوية وبصلي بنفس نظرتي زمان، وهنا فهمت ان الحكاية ما بتخلص. ولو وصلت لحد هنا
اكتب لي 3 الفجر في الكومنت